ضايج من ابويا، شو اسوي؟ مع الاسف والله عليك على هاي الحكايه. راح اسولف لك سالفه وانت يمكن الله ما راح يوفقك على هاي حكايتك. اكو رجل وشته حلوه وهو مخربط، وفي يوم من الايام ملت عليه شروط. قالت له انا ضجت من الشايب، قالت له انا ما مستعده، قاعده اتخدم على واحد اعمى ومقرم قاعد يخطط لابوه. دقوا جربوا، قال له يابا خل اخذك اليوم نتمشى على الشاط. قال له صدق كذب؟ شنو الله هاديك عليه. شال ابوه طلع. وين؟ على الشط. وين رايح ابني؟ وين ماخذني؟ قال له نتمشى على طريق زراعي مدري شنو. تعرف انت ريحه الشط مبينه ذيك وينها؟ ضربت ريحه الشط بخشم الشايب. قال له ها ابني شو جايبني على الشط؟ شو مخطط لي؟ قال له لا ما مخطط لك، نقعد نسامر نسولف نضحك. قال له اعرف شو مخطط لي، بس اريدك تقول لي انا شو مخطط لك، لان الابن شاكل انه الابو لقفو. نفس الموقف انا ذبيت ابوي بهذا الشط، ذبني بالشط. قال له والمن ظهرك راح يذبك بنفس الشط، لان كما تدين تدان ولو بعد حين. قال له لا والله لا اكسرها هاي القاعده. قام شال ابوه رجع للبيت، خابر على زوجته قال لها لا تجين، اللي عندي ما يتعوض بس انت تتعوضين، الاولاد يتعوضون، بس هذا اذا راح ما يتعوض. رضا الله من رضا الوالدين. دير بالك واياك تعيد هاي الكلمه.